السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عايزين نوضح كام نقطة كده بخصوص السفر. هنمسك الأول موضوع الزيارة علشان تطلع زيارة وما تتبهدلش، والناس اللي جت زيارة هتقول لك أيوة فعلا وهيأيدوني، والناس اللي هي مقيمة هنا هيقول لك أيوة فعلا صح. النقطة الأولى، لو أنت معاك فلوس يعني تقدر تشيل بيها نفسك، ومعاك سي في محترم بخبراتك، ومعاك مؤهل عالي، ومعاك لغة انجليزية متمكن فيها، تعال زيارة وهتلاقي شغل وهتشتغل بإذن الله. النقطة التانية، لو معاك مؤهل عالي ولغة انجليزية وما معاكش فلوس، وهتيجي عند اخوك او اختك وهم هيشيلوك هنا، لو ليك يعني حد من قرايبك، سيبك من الصحاب مش هيشيلوك في الافات الدراهم يعني هنا. فلو ليك اخ، لو ليك اخت، لو ليك اب، لو ليك ام، لو ليك حد من الدرجة الاولى دول هنا ومعاك مؤهل عالي ولغة انجليزية، تعالى هيتحملوك شهر واثنين وثلاثة لحد ما هتلاقي، لو حتى قعدت سنة هتلاقي. ده بالنسبة للزيارة. اما لو انت جيت فلوسك على القد، مفيش لغة انجليزية، المؤهل بتاعك واخد لي مثلا مع احترامي لبتوع الدبلومات اعدادية الكلام ده كله، هتيجي لو لقيت هتشتغل باليومية في الشمس درجة حرارتها من 45 ل 52 درجة، وهتاخد ايه بقى؟ هتشتغل لك يومين او ثلاثة في الاسبوع، واليوم على ما اعتقد ب100 درهم، هتطلع منهم اكل، تشوف بقى انت ساكن فين، يعني هتتمرمط ونفسيتك دي هتكون في قلب الارض. اما لو انت جيت بالطريقه اللي انا قلت لك عليها في الاول، الطريقتين الاولين دول، تعالى، انا بقول لك تعالى زياره هتلاقي، والله هتلاقي. اما غير كده هتشتغل عامل نظافه، هتشتغل في الفاعل، هتشتغل ده اذا لقيت، ده اذا لقيت. اما بقى الطريقه اللي انا برجحها واللي انا طلعت من خلالها وبقيت هنا، ان انت تروح مكتب محترم، او بمعنى اصح وزع ورقك على مكاتب محترمه لحد ما ربنا يوفقك. ارمي السي في بتاعك، اعمل سي في محترم واكتب فيه كل خبراتك، واكتب فيه لو انت يعني بتجيد اللغه الانجليزيه اكتبها، لو ما بتجيدش اكتبها برضو، وحاول تاخد لك كده اسبوعين ولا حتى شهر ان انت تعرف تتعامل وتجادل يعني عند مدرس محترم شاطر على ما تيجي تسافر، عشان تعرف تتعامل هنا في البلد. وتروح ارمي السي في بتاعك وقول لهم في المكاتب، قول لهم اي مقابله، اي وظيفه انا مستعد ليها، وتعالى هنا تبقى انت شغال ويوم اجازتك بتدور. هتقول لي طيب هو يتكلف كام؟ بص، عقد العمل لو ب3000 غير ب1500، لو ب5000 غير ب3000. بمعنى اصح هقول لك، لو ب3000 هياخد له مثلا من 60 ل 70 الف. تقول لي يا عم ده رقم كبير، وانت هتاخد 3000 بيعادلوا 30 الف مصري، يعني هتشتغل لك بمعنى اصح شهرين وتسدد ايه اللي انت دفعته. اما لو 1500 هياخد له مثلا 30 35. فعقد العمل الميزه بتاعته ان انت بتنزل من الطياره بتاعتك تروح على السرير بتاعك، وبعد السرير تصحى الصبح تلاقي بتوع الاتش ار يقول لك تعالى علشان هتعمل الميديكال، هتعمل الاوراق بتاعتك لحد ما بتخلص الاوراق بتاعتك وتنزل شغل على طول. اما الزياره ما برجحهاش، انا بقول لك لو عايز تيجي تعالى في الطريقتين اللي هم ايه احنا قلناهم، غير كده هتتعب وهتطفح الدم. طيب يا كابتن عايزين طيب مكتب يكون موثوق منه، انا ما اعرفش غير المكتب اللي سفرني، مش دعايه ليه زي ما الناس ما بتدعي. انا قلت لكم روحوا المكتب في فلان الفلاني هناك، وراحوا ما لقوهوش، لقيوه مشي وفي واحده مكانه، فدليل على ان انا صادق الحمد لله. فالمكتب علشان ما حدش يدخل يسالني، المكتب اسمه شركه يونايتد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج. طيب مكانها فين؟ مساكن شيراتون المطار بجوار مسجد أبو بكر الصديق. هتروح هناك عند مسجد أبو بكر الصديق وقول فين المكتب يونايتد لإلحاق العمالة بالخارج، هيقول لك هناك اهو.
ادخل قول لهم اي مقابله حطوني فيها. مش مهم ان انا اروح مهندس او اطلع مثلا اطلع ظابط هناك، لا، روح بالوظيفه المتاحه. وبعد كده حسن وضعك، يعني حسن وضعك وطور من نفسك. ده اللي انا اقدر اقول لك عليه. في بقى واحده تانية داخله برضو بتقول لي انا عندي طفلين وزوجي شغال يعني براتب 6000 درهم. 6000 درهم هو يقدر يجيبك؟ في ناس هتقول لي ايه يا عم هيقدر يجيبك ليه؟ هيأجر مثلا ب 1000 ونص او 2000 درهم، هيتبقى 4000. 4000 هيعيشوكوا اكل وشرب، والدنيا هتكون ايه؟ مش بامبي قوي، بس هتمشيكوا، بس مش هتحوشوا. اما النصيحه اللي بقولها له ان هو يستمر عندك بره وينزل لكم كل سنه. ليه؟ ال 6000 هيبقوا لما يصفصفوا له مثلا على 3000 4000 هيعمل مبلغ محترم ينزل بيه يجيب لكم ارض واثنين وثلاثه. اما لو هو مثلا بقى فوق الستة مثلا 8 10 12 لا يجيبك، ولو تهرب منك يبقى في حاجه تانية، يبقى هو متجوز عليك بره. فيا رجاله علشان ما حدش يقعد يدخل خاص، لان انا عندي مئات الرسائل، اقسم بالله مئات الرسائل، وكلهم عايزين شغل. فالطرق اللي انا قلت لكم عليها دي هي الاصح والاسلم. واي حد شايف غير كده يقول لي في الكومنت، او يقول لي مثلا لا مش صح، لان هم الثلاث اربع طرق اللي انا قلت عليهم دول هم دول اللي يخلوك تعرف تلاقي شغل وتشتغل وانت مستريح. لان اللي هيبقى جاي زياره، انا بكررها اهو تاني، ومش فلوسه، هيبقى جاي مديون، ولو رجع هيرجع مديون وحالته متدمره. فكده يبقى نهى على نفسه، مش دمر نفسه، نهى على نفسه. هسيب لكم رقم المكتب التليفون الارضي في رساله تحت الفيديو لو عايزين تستفسروا مع الاستاذه رندا. ويعلم ربنا يا رب موعى ارجع لاهلي ان ما بيني وما بين المكتب ولا اي علاقه ولا اي صله ولا اي فلوس ولا اي نسبه ولا اي عموله، مع ان لو خدت عموله ده حقي. انا قلت اللي عندي واللي انتوا عايزينه اعملوه. اسمعوا بقى كلام واحد بيتكلم بقى عمي يقول لك ايه، اطلع يا عم الارزاق بالله. ما هو الارزاق بالله واحنا موحدين كلنا بالله، بس بناخد بالاسباب. اعقلها وتوكل. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم.